اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه. والمطلوب تقولوا لاسم المحافظة اللي احنا بنتكلم عنها. محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة هي احدى المحافظات اللي اتقسمت ليها شبه جزيرة صحراوية مثلثة الشكل، وهي الجزء الوحيد من مصر اللي بيقع تبع قارة آسيا. ففي سنة 1979 صدر قرار جمهوري رقم 84 بتقسيمها إداريا إلى وإلى، واحنا مش عايزينها كلها، احنا عايزين واحدة من إلى أو إلى. مساحة محافظتنا 27564 كيلو متر مربع، موزعة على 6 مدن، 6 مراكز، 82 وحدة محلية. عدد سكانها 450531 نسمة. أثبتت الدلائل التاريخية والعلمية إن الإنسان المصري عاش على شبه الجزيرة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة منذ أكثر من 100 ألف سنة، أي في العصر الباليوليتي. كما كان الطريق للهجرة ما بين قارة آسيا وإفريقيا. ذكرت محافظتنا في التاريخ على يد الملك لعربر كمصدر لمناجم النحاس والزمرد والزبردق منذ عام 3000 قبل الميلاد. ولكن استغلال هذه المناجم ما بدأش مع التاريخ ده، وبدأ قبل كده بمئات السنين، لما الإنسان المصري عرف النحاس وصنع منه أدواته اللي كان بيستخدمها، أي مع فجر خروج البشرية من العصر الحجري إلى عصر استخدام المعادن. أما بقى عن سبب تسمية اسم محافظتنا باسمها الحالي، فهنلاقي إن في اختلاف ما بين المؤرخين. البعض ذكر إن معناه الحجر، وده لكثرة جبالها، بينما ذكر الجزء الآخر من المؤرخين إن اسم محافظتنا في اللغة الهيروغليفية اللغة المصرية القديمة إن اسمها تو شريد، يعني الأرض الكد أو العراء. وعرفت محافظتنا في التوراة باسم حوريب. ولكن من الآراء المتفق عليها إن أصل تسمية محافظتنا بيرجع إلى الإله سين، إله القمر في معتقدات بابل القديمة، واللي كان منتشر عبادته في غرب آسيا. ثم وافقوا بعد كده ما بينه وما بين الإله تحوت، إله القمر المصري اللي كان ليه شأن عظيم في شبه الجزيرة. وهنلاقي إن في نقوش سرابيط الخادم والمغارة دائما ما كان يشار إلى شبه الجزيرة باسم بايور، أي المناجم. أي نعم، أنا قلت لكم على سبب تسمية شبه الجزيرة كلها على بعضها، بس تعالى أقول لكم على سبب تسمية بعض مدن ومراكز محافظتنا اللي احنا بنتكلم عنها عشان تعرفوا احنا في أنهي جزء من إلى أو إلى. أول مدينة معايا هي عاصمة محافظتنا، وهي بتقع مكان رينو كوليرا المصرية القديمة، وأهم معالمها الميناء البحري، متحف التراث البيئي، قلعة لحفل الرومانية. طبعا ده غير شواطئها الساحرة على سواحل البحر المتوسط. تاني مدينة معايا واسمها بيرجع نسبة إلى مدينة رافيا، وهي حصن مصر الشرقي، وأهم معالمها بوابة صلاح الدين. أما بقى بالنسبة للمدينة الثالثة فبيرجع سبب تسميتها إلى بئر مشهور مملوك لإحدى العبيد، كانت بتقف عنده الرحالة تتزود بالماء على طريق حورس الحربي والضرب السلطاني. أهم معالمها قلعة الطيلة، قلعة المحمدية الإسلامية، قلعة البلاح، وطريق حورس الحربي. أما بقى بالنسبة للمدينة الرابعة إحدى مدن محافظتنا اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، فبيرجع سبب تسميتها باسمها الحالي إلى وجود ضريح إحدى مجاهدي الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب، وبيقال عنه اللي ولي من أولياء الله الصالحين وليه كرامات كتيرة. أهم المعالم السياحية في هذه المنطقة منطقة ليه الحصيرة والتلال الأثري. أما بقى للمدينة الأخيرة في محافظتنا اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، فبيرجع سبب تسميتها إلى اسمها الحالي إلى نعومة رمالها وكأنها منخولة بمنخول. وأهم معالمها طريق الحج القديم واللوحة الأثرية لسلطان المماليك قدسوة الغوري. 25 إبريل هو العيد القومي لمحافظتنا، وهو ذكرى انسحاب القوات الإسرائيلية من شبه الجزيرة في 25 إبريل سنة 1982 بموجب معاهدة السلام اللي تم عقدها في 26 مارس سنة 1979. فدائما ما كان يحرص الرئيس الراحل محمد أنور السادات على تسوية النزاع العربي الإسرائيلي وإيجاد فرصة للسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط. كلمة قالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى
كنا فين النهاردة؟